فريق البنك الاهلي من الفرق بغض النظر عن وضعها ونتائجها في الجدول، لكن فرقه مميزه جدا جدا هجوميا. عندهم لعيبه في الحته اللي قدام بتمتاز بالسرعه، بتمتاز بالمهاره، لعيبه عندها شراسه هجوميه بشكل كويس جدا. اسامه فيصل، عنده محمد هلال، عنده كريم بامبو، عنده مثلا بيشتغل في الحته دي ساعات مدبولي، عنده هنا الزياده اللي بتيجي من تحت سيرجي اكا او سعيد سومبري او ايا كان. ده غير البدائل اللي موجوده معاه بره، اوراق طبعا تقدر ان هي تشتغل بشكل كويس، لكن دايما بيبقى عندهم مشكله في الارتداد الدفاعي، ان الراجل ده ما بينزلش يشتغل دفاعيا كويس، ان الراجل ده ما بينزلش يشتغل دفاعيا كويس، ان الراجل ده ما بيساعدش في النواحي الدفاعيه. بجانب ان دايما كابتن طارق مصطفى من المدربين اللي بيحب يلعب كره هجوميه وبيلعب اوبن جيم، يعني مش متحفظ زياده عن اللزوم، لا هو مدرب بيحرر لعيبته هجوميا بشكل كويس، وبالدليل ان هو دايما بيبقى عنده معدلات تهديفيه عاليه. لكن المشكله الاكبر ان هو دايما بيلعب بلعيبه نص ملعب كلهم لعيبه كوره، ما عندهمش حد عنده شراسه دفاعيه، وبالتالي ده بيعمل لود او بيعمل كده حمل زياده على منطقه خط الظهر اللي هي اصلا فيها مشكله. فكره بقى ان عنده هنا يعقوب وده على طول طاير، دلوقتي بيلعب عاصم صلاح، عنده هنا بسيوني برده نفس الكلام طاير، واصلا بسيوني ده مش مكانه الاساسي. تغييرات كتير قوي ساعات بتحصل في الحته دي، ساعات كان بيلعب هنا سعيد سومبري، ايمن اشرف، شويه محمد عبد الغني، شويه الجزار، دي بتعمل لخبطه. وجود حسن علي بديلا لابو جبل، برضو التغييرات الكتير بتعمل عدم استقرار. لكن هو الراجل مجبر ان هو عايز يخلق دوافع جديده عند اللعيبه بعناصر يبقى عندها رغبه وعندها اصرار وعايزه تثبت وجودها وعندها دوافع، يعني لان هو طبعا الامور بالنسبه له صعبه ومش هيبقى في حمل ان هو يخسر اي نقطه تانية اثناء الماتشات اللي جايه. فالمصري انا تخوفي الوحيد ان هو يشتغل باندفاع هجومي بالشكل ده، ان يبقى عنده اندفاع هجومي وان هو ينزل يبقى حريص على المكسب عشان عايز يحقق الثلاث نقاط باي شكل من الاشكال، ويبدا ان هو يورط نفسه في مساحات هو بغنى عنها، خصوصا ان البنك الاهلي فرقه بتعرف تعمل تحولات هجوميه بشكل مميز جدا. عنده هنا كريم بامبو او عنده محمد هلال، سرعه ومهاره وبيعرف يجيب جون، لو بيلعب 8 بيعرف يزود. هنا مثلا كريم، هنا هلال، نفس الكلام الناحيه الثانيه بقى، ايا كان هيلعب ابراهيم حسن، هيلعب جريندو، هيلعب مدبولي، ما اعرفش مين اللي هيشتغل، اسامه فيصل برضو نفس الامر. لو اللي اشتغلوا على المجموعه دي بس الاثنين المساكين اللي عندك مع الراجل اللي هو رقم 6 هنا، هيبقى في ازمه كبيره، لان انت وانت بتهاجم انت بتهاجم على الاقل بسبع لعيبه، لا ده مش هينفع. انا اتمنى ان المصري يبقى عنده تحفظ ويبقى عنده سنس في حته بناء الهجمه بالنسبه لموضوع الانتشار، يبقى انتشار كويس بس انتشار بحساب، وفي نفس الوقت ما استعجلش في عمليه ان انا عايز افنش او عايز اخلق هجمه بشكل مثلا معين عشان يبقى ليها تواجد هجومي. لا انا ما استعجلش خالص، هو اللي محتاج المباراه اكتر منك، فهو اللي هيبقى عنده مساحات اكتر منك، وهو اللي هيبقى عنده اخطاء اكتر منك. انت ما تبادرش بالاخطاء ليه؟ لان هو عايز يستغل الاخطاء بتاعتك. وخلي بالك كابتن طارق مصطفى اتعلم من اخطائه الفتره الاخيره، بدليل ماتش انبي اللي فات هو حذر جدا على المباراه ومش مستعجل، عكس الماتشات اللي قبل كده. هو بيكسب، لما تيجي تتابع ماتشات البنك الاهلي هو بيكسب وبيحقق نتائج ايجابيه، لكن ما بيعرفش يحافظ عليها. ليه؟ لان المجموعه اللي قدام ما بتقدرش ان هي تديله نفس القوه بتاعه الاداء بتاع الدفاع والهجومي 90 دقيقه. هو بيعتمد على عناصر معينه، لان هم دول اللي عندهم الخبره وهم دول اللي عندهم الكواليتي اللي تقدر تديله المردود والانتاج اللي هو بيفكر فيه كمدرب. لان زي ما قلت لك هو مدرب بيحب الكره الهجوميه زي كابتن علي، لكن المصري لازم يبقى عنده حذر في باكين الطرف، اهم حاجه كريم العراقي وحسين السيد، ومعاهم الراجل اللي هيلعب في الحته دي معتز زدام او ايزي ايميكا او ايا كان. وافضل ان كابتن علي يلعب 4 2 3 1، يلعب هنا بمعتز ويلعب هنا بايزي ايميكا، اثنين على الدايره، معتز ياخد مهام هجوميه شويه عن ايزي، وايزي هو اللي يقف قدام المساكين يلعب الفرقه كوره ويقدر ان هو يبقى همزه الوصل في عمليه البناء، ويخلي قدامهم هنا سمير فكري ويشتغل في الحته دي بصلاح محسن، ويلعب هنا بميدو جابر، ويحط قدام في الحته دي فخر الدين بن يوسف، وما يستعجلش. انا هشتغل على التحولات، هشتغل مثلا على الاختراقات، هشتغل على الكرات العرضيه، لان هيبقى عندي محطه كويسه فخر الدين بن يوسف. ممكن ما ابداش بصلاح محسن واسيبه ورقه بديله والعب بغلاس قناوي، برده لعيب عنده مهاره وعنده سرعه وبيقدر ان هو يشتغل بشكل كويس، ويبقى عندي اوراق بره برضو، يبقى عندي صلاح محسن، يبقى عندي حسين فيصل، يبقى عندي حسن علي، يعني اقدر استخدم، يبقى عندي محمود حماده اقدر امن بيه دفاعيا الشوط الثاني. لكن فكره المجازفه الهجوميه انا بشوف ان هي مش هتبقى في مصلحه النادي المصري في المباراه دي تحديدا، وانت لازم تبقى حريص جدا جدا على المباراه دي، لان خلي بالك انت الماتشات اللي جايه صعبه، فانت محتاج تجمع اكبر كم وعدد من النقاط. عندك البنك الاهلي وبعد كده انبي وبعد كده الزمالك وبعد كده الاسماعيلي، 4 ماتشات مهمين جدا جدا، على الاقل تاخد منهم 9 نقط.
على الاقل يعني لو انت عايز تحافظ على الاقل تاخد منهم 9 نقط، فلو فرطت في اول 3 نقط هتبقى الامور بالنسبه لك صعبه جدا الفتره اللي جايه.